بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل أهلنا في تركيا، إلى أبطال تركيا، إلى الذين برهنوا للإنسانية عن معنى الحرية ومعنى كرامة الإنسان ومعنى دعم القضية الفلسطينية، نحن نتطلع إلى تركيا بدورها القادم بأنه الدور الأقوى والدور الأعظم، ولذلك الشعب التركي هو شعب أصيل، وبناء عليه لن يترك غزة وحيدة. هذا هو الشعب التركي، هذا ظننا بالشعب التركي، ولذلك نظن بأن في أعماق الشعب التركي براكين، هذه البراكين ستنفجر ذات حين، ونحن نثق ثقة كبيرة بهذا الشعب المعطاء، بهذا الشعب الذي ينتمي للإسلام، وهذا الشعب الذي ينتمي للدعوة وينتمي للقضية. وبناء عليه أهل غزة الآن يدافعون بدمائهم عن كرامة هذه الأمة، عن عنفوان هذه الأمة. لذلك لا تتركونهم وحدهم، خاصة نحن على أبواب شهر رمضان المعظم، شهر الجهاد وشهر العطاء وشهر الخيرات وشهر البركات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن تنتصر هذه الأمة وأن ترتفع رايتها، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يخزينا ولا يخزي هذه الأمة في شعب تركيا وفي أهل تركيا، لأن عطاءهم عظيم وانتمائهم للإسلام في الأعماق. وبناء عليه أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا في غزة وأن يثبتهم وأن يقوي هذه الأمة.